السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الناس كلها دلوقتي بتتكلم على انتقالات يناير الخاصة بالأهلي والزمالك بعد المستوى اللي حصل من الفرقتين في آخر كام ماتش. فالناس كلها بتتكلم عن الصفقات ومش لفرقة واحدة، الفرقتين الاتنين، يعني الفرقتين الاتنين فعلا محتاجين تدعيمات. فالكلام كله على 3 لعيبة، الكلام كله على بينهم لاعب مشترك بين الاهلي والزمالك هيتخانقوا عليه. الاهلي رسميا بعت عرض رسمي للاعب محمد الضو كريستو لاعب الوداد، وكولر قال انا عايز اللاعب. حتى مدرب الوداد طلع فعلا في تصريحات صحفيه واعترف ان في مفاوضات ما بين الاهلي والوداد لشراء اللاعب، وخاصه ان الوداد عليه فلوس للاهلي بتاعت سليمان كولوبالي، فلوس الغرامه. فالاهلي يعتبر كده هيدفع فيه مبلغ رمزي، مش هيدفع فيه ثمنه. يعني ايه؟ هيشتريه كده كمالة عدد، يعني مش كمالة عدد اللي هو لاعب مش كويس، لا ده هو لاعب كويس جدا، بس كده ايه، زي ما بنقول بالبلدي دي كده تخليص حق. وبرضه الاهلي احمد عادل ميسي الجناح الشمال بتاع الاتحاد السكندري، كولر عايز اللاعب وبقوه. اللاعب بقى اللي يحصل عليه خناقه السنه دي في الميركاتو ده مروان عطيه، وخاصه ان الاهلي دخل في الصفقه وان محمد مصلحي رئيس الاتحاد قال لو في نيه للاعب انا هبيعه للزمالك، بس الاهلي لو دفع وكيش وحط مبلغ اكبر من الزمالك فهياخد اللاعب. دي ال3 لعيبه بتوع الاهلي. والاهلي كده بيدور على باك يمين تاني بدل اكرم توفيق. الزمالك بقى فريرا اداهم الضوء الاخضر لقطع اعاره محمد شبانه لاعب سموحه، مدافع محمد شبانه لاعب سموحه. الزمالك خلاص هيقطع اعارته ويرجعه. اللاعب بقى اللي انا اتمنى انضمامه للزمالك وكذا وكيل عرضه، بس المشكله هتبقى في المبلغ المادي. لاعب فينست ابو بكر، لاعب منتخب الكاميرون ونادي النصر السعودي. ده لاعب دبابه. فانا اتمنى انضمامه لنادي الزمالك، بس لو حصل مشكله، هو اللاعب اتعرض رسمي على الزمالك، وفي مشاكل ما بين نادي النصر واللاعب، بس هتبقى المشكله فعلا في المبلغ المادي، في قيمه الصفقه. والزمالك عنده ازمه حاليا في السيوله. فانا اتمنى انضمام اللاعب لنادي الزمالك، والزمالك مش ناوي يجيب لعيبه تانية عشان تبقوا عارفين، هو عايز مدافع وعايز مهاجم، وشوف وقفلت على كده. يعني اللي يطلع يقول لك ده بيدور على خط، لا مفيش ولا خط نص، ومفيش ولا باك يمين، ومفيش ولا باك شمال، ومفيش الكلام ده. هو مهاجم ومدافع. المدافع 99% هيكون محمد شبانه. محمود علاء مش راجع خلاص، مش راجع، هيكمل السنه بتاعته مع الاتحاد. هو 90% هيكون محمد شبانه. الناس اللي طلعت قالت خالد عبد الفتاح وربطت اسمه ما بين الاهلي والزمالك، احمد عبد الحكم مدافع سموحه وربطت اسمه ما بين الاهلي والزمالك، لا دي كلها اجتهادات. الزمالك عايز مهاجم وهيكون افريقي المكان الخامس اللي هو مكان زكريا الوردي، ومدافع. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.